لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة المغربية السيد أو الدكتور مصطفى المريني نائب رئيس المنتدى المغربي للحكامة والتنمية، وعبر سكايب من نيويورك الصحفي المتخصص في شؤون الأمم المتحدة السيد عبد الحميد الصيام. أهلا بكما. لعلي أبدأ مع الدكتور المريني من الرباط. إذن كيف تصف اليوم هذه التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة؟ نعم سيدي، ينبغي أن نوضح أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون بخصوص الصحراء الذي قال فيه بالحرف: أتفهم غضب الشعب الصحراوي جراء احتلال أرضه. هذا التصريح فيه خروج واضح ومكشوف ومفضوح أيضا عن واجب الحياد الذي يفترض أن يلتزم به الأمين العام للأمم المتحدة. المفروض فيه أن يساعد الأطراف على التفاوض وإيجاد حل متوافق عليه، حتى أن البعض استغرب واختلط عليه الأمر ولم يفهم لسان من ينطق هذه الألفاظ. نعم. لأن طيب هذه الألفاظ دكتور المريني، يعني تعتبرها نعم تصريحات نعم شخصية يعني على لسان بان كيمون، أم كانت سياسية أم ماذا؟ طبعا هذه التصريحات يا أخي ليست بريئة تماما، لأن الأمين العام للأمم المتحدة بعد ولايتين كاملتين على رأس الأمانة العامة للأمم المتحدة لم يقدم شيئا للمفاوضات وللنزاع حول الصحراء، بالرغم من الفرص أو من الفرصة التاريخية التي أتيحت له. إذا كنتم تذكرون في سنة 2008 كان المبعوث الأممي إلى الصحراء هو بيتر فان والسوم، قدم تصريحا وقال فيه إن قيام دولة مستقلة في الصحراء ليس مقترحا واقعيا. وكان على الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون أن يلتقط، لو أن لديه إرادة حقيقية نعم. في دفع الأطراف إلى إيجاد حل متوافق عليه، أن يلتقط هذا التصريح مفهوم. ويؤسس لحل متوافق نعم. عليه، خاصة وأن المغرب انسجاما مع هذا الاقتراح قدم مقترحا غير مسبوق، مقترح طيب. ثوري، وهو مقترح الحكم الذاتي. نعم. طيب أنتقل بهذا الكلام إلى السيد عبد الحميد صيام من نيويورك. يعني تصريحات في الواقع غير مسبوقة من مسؤول بمنصب بان كيمون، ويراها الكثيرون مخالفة لقرارات مجلس الأمن. يعني قد تكون زلة لسان عندما قال تحدث عن الاحتلال. موقف الأمم المتحدة هو لا يعترف بأنها جزء من المغرب، وهذا واضح، ولا يعترف أنها محتلة. هو يعتبر هذه الأراضي متنازع عليها إلى أن يتم حسمها عن طريق المفاوضات وحسب قرارات الأمم المتحدة التي تعطي حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. هذا شيء مفروغ منه ومكرر مرة وراء مرة وراء مرة. قد يكون مرة أخرى قد تكون زلة لسان تأثر بأوضاع الصحراويين. من جهة أخرى هو حاول الأمين العام، اتصل بالسلطات المغربية، أولا وضح موقفه، بعد ذلك واتصل بوزير الخارجية وأصدر بيانا أنه ما زال متمسكا بالموقف الصادر عن مجلس الأمن. من جهة أخرى اتصل في السلطات المغربية قبل أن يذهب إلى منطقة تندوف، وكان يريد أن يزور منطقة. نعم، لكن نعم سيد عبد الحميد، يعني نعم السيد بان كيمون أعرب في نفس الوقت مثل هذا الاقتراح، فقالت تفضل لزيارة الرباط ونحن نقرر إذا كنت تريد أن تذهب إلى أي مكان في المملكة المغربية. وهذا طبعا مخالف للقانون الدولي، لأن المينورس وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي بعثة أممية، ومن حق الأمين العام أن يزور هذه البعثة، ولكن كان هناك اعتراض من الدولة المغربية.
نعم، لكن يعني في نفس الوقت بان كيمون أصدر بيان عرب فيه عن استيائه مما يحصل في الرباط هذه الأيام، نعم. وكأنه بشكل غير مباشر يعني هناك إصرار على موقفه، إضافة إلى كلمة احتلال التي استخدمها يعني في حديثه، قد فهمت فعلا بشكل خاطئ، فعلا لم يكن يعني ما قاله. أنا أعتقد يعني هو قال إنه كانت ردا على سؤال حول وضع إنساني كان متأثرا به، لكن الموقف هو لكن البيان الذي أعرب عن استيائه للمظاهرات لأنه أحس بأن هذه المظاهرات قد تم ترتيبها من الدولة، وكان هناك عدد من الوزراء لم تكن كما يقال أنها عفوية خرجت من أبناء الشعب المغربي، بل كان هناك الحافلات تأخذ الناس مجانا وكذلك القطارات، وكان هناك عدد من الوزراء. أحس أن هذه رسالة جاءت من الحكومة المغربية لتقوض مصداقية الأمم المتحدة والأمين العام، وهو ما لم يقبله نعم. السيد بان كيمون. طيب، أعود إلى الرباط مع الدكتور المريني. يعني هناك يعني بعض الانحياز، أو يفهم البعض أن هناك انحياز لجبهة البوليزاريو والجزائر أيضا كطرف فاعل حينما وصف الدولة المغربية بالمحتلة، وحينما عبر عن تقرير المصير، يعني عبارة تقرير المصير يرى فيها أيضا البعض بعض الانحياز. أين الانحياز في هذه العبارة تحديدا، تقرير المصير؟ والله نريد أن نوضح يعني كيف يمكن لأمين عام لموظف دولي سامي خبير في القانون الدولي أن يزل لسانه بهذه العبارات المسيئة والتي لا تمت بصلة إلى منصبه. مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة تلزم الأمين العام بأن تكون تصريحاته دبلوماسية وأن لا تكون منحازة. ثم إذا كان الأمين العام يعني على علة ما صرح به يتفهم غضب الشعب الصحراوي كما سماه، فلماذا لا يتفهم غضب الشعب المغربي الذي مس في كرامته ومس في وحدته كما سألتك الترابية؟ دكتور المريني، الخطأ ربما كان في كلمة احتلال، أين الخطأ في كلمة تقرير المصير التي تحدث عنها والتي قال أنها من حق شعب الصحراء؟ يا أخي كلمة تقرير المصير ليست بالضرورة يعني تؤدي إلى قيام دولة مستقلة. أنت لعلك تذكر القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 يعني الصادر سنة 1970 حول أشكال تطبيق الحق في تقرير المصير. ضمن تقرير المصير يوجد المقترح المغربي الذي يعطي صلاحيات واسعة لأبناء الصحراء، للمواطنين المغاربة في الصحراء، لتدبير شؤونهم المحلية في استقلالية عن السلطة المركزية إلا ما يمليه الولاء للوطن. فالأمم المتحدة للأسف الشديد بقيت أسيرة هذا المفهوم ذي الاتجاه الواحد في تقدير الأمم المتحدة، بينما يجب على الأمم المتحدة إذا أرادت حقيقة، والمجتمع الدولي إذا كانت لديه إرادة حقيقية في حل النزاع في الصحراء، أن يدفع بتقرير أن يفهم تقرير المصير في إطار القرار 2625 الذي يطرح أشكالا مختلفة لتقرير المصير ضمنها المقترح المغربي. فلماذا يفهم أساسا تقرير المصير بضرورة يعني إقامة دولة مستقلة؟ طيب، أنقل هذا الكلام إلى السيد عبد الحميد الصيام. كما كنت تستمع، يعني مجلس الأمن دعا الأمم المتحدة إلى تسهيل المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف من خلال إعطاء حق تقرير المصير لشعب الصحراء. وإن كان مفهوم تقرير المصير على ما يبدو ليس واضحا لكل الأطراف، لكن المغرب يرفض صراحة حل الاستفتاء، والبوليزاريو يرفض حل الحكم الذاتي. نعم، نحن نعتمد قرارات مجلس الأمن ورأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية، والقرار 1415 الذي الصادر بعام 1960 هذا ما يعتمده القانون الدولي. القانون الدولي يقول إن هناك بعثة متحدة أرسلت عام 1991 بهدف مراقبة الاستفتاء الحر والعادل والنزيه
للشعب الصحراوي المتفق على من هو الشعب الصحراوي، على أن تكون أن يكون هذا الاستفتاء مراقب دوليا، وأن يعطي حق الشعب الصحراوي حق تقرير المصير. وتقرير المصير كان واضح أن إما الاندماج مع المغرب وهذا خيار، والخيار الثاني الاستقلال. ثم جاء جيمس بيكر في مقترحه الذي قدمه عام 2003 وأضاف إليه بندا آخر وهو الحكم الذاتي الموسع. المغرب هي التي رفضت هذه الخيارات الثلاث وأغلق الملف، وعاد الآن موضوع المفاوضات المباشرة ليتفق الأطراف على طريقة معينة ترضي المجتمع الدولي في موضوع كيف يتم تطبيق حق تقرير المصير ضمن القرارات الدولية. نعم. هذا هو المختلف عليه. نعم. قدمت المغرب الحكم الذاتي كمقترح عام 2007، وقدمت البوليساريو أيضا مقترح عام 2008. نعم. لكن هذا الاقتراحان غير مقبولين للطرفين. كل طرف يرفض الاقتراح الآخر. لذلك الأمم المتحدة تعمل على إجراء حق تقرير المصير عبر الاستفتاء. هذا ما تريده الأمم. نعم. طيب، أبقى معك سيد عبد الحميد الصيام. يعني هل سيكون برأيك لهذه التصريحات الأخيرة لبان كيمون أي نوع من التبعات بشأن القرارات في المستقبل فيما يخص هذا الملف؟ لا أعتقد ذلك. يعني قد يكون هناك انعكاس لها في التقرير الذي يعده الأمين العام، لكن عودنا الأمين العام أن يكون هناك توافق في الآراء، وقد ضمن تقريره السابق عام 2014 وتقريره الذي قبله 2013 مثلا بند مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتم سحب هذا البند بناء على ضغوطات أمريكية أو فرنسية إلى آخره. لكن في الأخير الأمين العام يخضع لمجلس الأمن وللتوافق في الآراء ويطرح تقريره أمام مجلس الأمن، ومجلس الأمن هو الذي يقرر وليس الأمين العام. طيب دكتور مصطفى الماريني، يعني بان كيمون جاء من المفروض بنية إحياء المفاوضات السياسية في هذا الملف، ملف الصحراء الغربية. يعني هل برأيك هذه التصريحات الأخيرة تهدد بتقويض هذه المفاوضات على الأقل خلال شغل بان كيمون لهذا المنصب؟ يا أخي، السيد الأمين العام يعني لم تبقى في ولايته، يعني جاء إلى المنطقة في الهزيع الأخير من ولايته من باب الإيهام بأنه قام بما في وسعه لحل النزاع حول الصحراء المغربية. وبالتالي لو كان حقيقة يريد أن يدفع بالمفاوضات بين الأطراف إلى الأمام، كان عليه أن يلتزم بتصريحات دبلوماسية لا تنحاز إلى طرف دون آخر. طيب دكتور الماريني، يعني كان ما كان الآن، يعني لنرجع إلى الوراء، يعني ما الذي يمكن أن يحصل الآن ليرحب من جديد ببان كيمون في المغرب باختصار؟ طبعا السيد بان كيمون مطلوب منه يعني أن يلتزم بمقررات الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن، وأن يشتغل وأن يعمل في إطار الدور المنوط به، وهو تسهيل المفاوضات بين الأطراف وردم الهوة بينهما واتخاذ ما يجب اتخاذه في هذا الإطار. شكرا لك دكتور مصطفى الماريني، كنت معنا من الرباط، نائب رئيس المنتدى المغربي للحكامة والتنمية. وكان معنا عبر خدمة سكايب من نيويورك السيد عبد الحميد الصيام، الصحفي المتخصص بشؤون الأمم المتحدة.